شايفين الشكل الحلو ده يا جماعة حاجة كده مش متوقعة. محدش يقول سابيليه او يقول ده بسكوت او يقول لا خالص. شوفي بعد ما حطيته في بتاعة الكب كيك ادى منظر حلو ازاي. طب اتفضلوا كده، عرفت ده ايه ده؟ انا وريتكم شكله من جوه اهو. طيب نوحد الله كده ونسمي بسم الله. الفيديو بجد يستاهل المشاهدة من اوله لاخره. هنجيب بقى عندك كده، طبعا بيبقى فاضل من رمضان كده ومن العيد حاجات متبقية. هنستغل كل الحاجات اللي فاضت مننا وهنعملها بالمنظر ده. هاتي العجوة اللي عندك او هاتي التمر اللي عندك ده وافتحيه وشيلي النوايا منه، وبدل النوايا دي هنحط مكسرات، اي مكسرات عندك بقى باقية. تمام. وهنحطها جوه التمر كده بالمنظر ده. اهم حاجة قفليها جامد علشان الحاجات اللي لسه هنحطها عليه ما تدخلش جواها. لا انا عايزة بس جواها بس يكون المكسرات. هنحط كده حتى لو ما فيش عندك مكسرات، فول سوداني مش هيقول لا. لو ما فيش عندك بندق ولا لوز ولا عين جمل ولا فستق ولا اي مكسرات من دي، هنشيل النوايا نحط فول سوداني، مفيش اي مشكلة. هنحط كده اي حاجة عندنا زي ما انا قلت حتى لو فول سوداني. وبعد كده هنجيب شوكولاتة وهنسيحها بالمنظر ده. تمام. وهنحطها تنشف، انا بس مش هنشفها. مش هنشف التمرة كده بالشوكولاتة، لا. انا هحطها كده وهعملها على طول وهستخدمها على طول، عشان لو عندك اولاد مش هيصبروا بيبقوا عايزين ياكلوا على طول ويدوقوا انت عاملة ايه. تمام. لكن انت ممكن في المرحلة دي بعد ما تخلصي التمر كله والشوكولاتة البيضة او الشوكولاتة السمرة كده، ممكن في المرحلة دي تحطها في التلاجة تتشمع والشوكولاتة تنشف. لكن لو مستعجلة هنعمل كل الشغل ورا بعضه، مفيش أي مشكلة. دايما الشوكولاتة ديت العيال بيحبوها وبتدي طعم لأي حاجة انت بتعمليها. طب افرضي انت مش عندك شوكولاتة السيحة القلي اللي بيجي بتاع المطبخ ده، هتعملي ايه؟ كاكاو. كوباية كاكاو، كوباية لبن، كوباية لبن عادي سايل وكوباية زيت، وهتضربيهم كلهم في الخلاط مع كوباية سكر كمان. تمام. لو عايزاها بقى دي شوكولاتة السمراء البيضة مش هتحطي كاكاو، هتحطي لبن بودرة بس، وتضربيه لغاية ما يبقى تقيل. وهنعمله كده زي ما انا عملت في الخطوات الأولانية. الشكل اللي فوق بقى الوش ده زي ما انت عايزة. ممكن هتعمليه بجوز هند، ممكن هتعمليه بالشوكولاتة اللي هي الألوان دي، ممكن تعمليه ببشر البندق أو بشر الجوز الهند أو فول سوداني مبروش. بصي اللي فوق الوش ده الشكل الأخير ده بإيدك انتي. ممكن الشوكولاتة اللي احنا عاملينها مسيحينها ممكن نحطها زي ما انا بحط كده بنفس المنظر ده، لا كيس حلواني ولا اي حاجة، ممكن تحطيها بنفس الطريقة اللي انا بحطها ديت، خطوط كده وخلاص، مفيش اي مشكلة. اللي انت عاوزاه اللي موجود عندك هتعملي بيه. صدقوني طعمها رهيب، طعمها حلو جدا. زي ما عملنا في الشوكولاتة السمراء هنعمل برضو في البيضة. هنحط لها برضو بشر البندق او هنحط لها الشوكولاتة مختلفة طبعا عشان تبان بالمنظر ده. هتبقى برضو طعمها حلو وشكلها حلو. ممكن من عند مستلزمات الحلويات ممكن تجيبي بيها الشوكولاتة، تحطيها المشكلة دي، الألوانات المشكلة دي، ممكن بشر البندق. لو ما فيش أي حاجات من دي خالص هتبشري كمان الفول السوداني وتحطيه، ما فيش أي مشكلة.
الشوكولاتة الألوان دي برضو حلوة، أو الفورماسيلا ممكن برضو، هتبقى حلوة جدا. حطيتها كده بالمنظر ده، ادت منظر جميل قوي في في البتوع اللي هو الكب كيك، اللي هم الحاجات اللي بتتحط دي، مش عارفة بصراحة اسمها ايه بالظبط، بس هي شكلها بيبقى جميل قوي ما تحطها في الورق ده، بيبقى منظرها حلو قوي زي اللي بتشترى من بره. وشكرا لكم متابعة الفيديو من أوله لآخره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنزل كمان البوتوفورس، تابعوني، والسلام عليكم.